احفظيها علشان تعمليها. لفة جلاش من السهل انك تلاقيها كده، بتبقى موجودة ومتوفرة في كل بيت، وبالذات كمان في رمضان. هنعمل مع بعض صينية جلاش بالكستر، حاجة كده خطيرة سهلة جدا جدا وطعمها رهيب جدا جدا. تعالوا كده نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. لايك وشير للفيديو لو عجبك، والاشتراك كمان علشان تنوريني وتفرحيني بوجودي. نسمي الله ونشوف مقاديرنا عبارة عن ايه. اول حاجة كده هنعملها الكاستر. معايا 3 كوبايات من اللبن، عليهم 4 معالق كده من السكر، او 3 معالق كبار كده مليانين من السكر بالشكل ده كده. بعد كده هنزل بأول معلقة كده من الكاستر، تمام، وادي التانية والتالتة وادي الرابعة، 4 معالق من الكاستر، وهديهم تقليبة حلوة جدا جدا كده على البارد. وبعد كده هرفعها على النار لغاية ما القوام بتاعها يتقل معايا ويبقى بالشكل ده كده كريمي، وكل ما هتبرد طبعا هتتقل معاكي. هسيبها بقى على جنب، وتعالوا نجيب بقى لفة الجلاش. ومعايا نص كوباية كده من السمنة مدوباها، وشوية من الزيت. طبعا يعني الخليط ده مع بعض كده بيدي قرمشة للجلاش، برضو الزيت بيديها قرمشة، وكمان السمنة بتديها طعم كده خطير جدا. لو حابة برضو تعمليها بالسمنة والزبدة زي ما انت عايزة. بعد كده جبت الفرشة بالخليط بقى السمنة والزيت. بعد كده هجيب الجلاش بقى بالشكل ده، افرد بقى نص في الصينية والنص التاني لبره كده. وبعد كده طبعا بين كل واحدة والتانية نحط من الخليط ده الزيت مع السمنة وبس، عشان تدينا كده توريقة حلوة والقرمشة كمان. وبعد كده هجيب بقى الكاستر وهضيفه، هفردها بالشكل ده. شايفين بقى طبقة كده خطيرة جدا، والطعم بتاعها مظبوط خالص. هبتدي بقى ان انا كده الورق هبتدي ان انا اعمله بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين، واحاول ان انا افرده علشان ما يبقاش مكلكع كده، وتبقى يعني في الاخر مظبوطه كده معايا. هحاول بقى ان انا كل واحده بعملها اجيب اللي بعدها زي ما انتوا شايفين كده بتدور كده علشان تطلع معايا في الاخر مظبوطه ظبط يعني. واخر ورقه كده كنت سايباها على جنب، عملتها بالشكل ده، حطيتها كده على الوش بتاع الجلاش. بدات ان انا اول حاجه نزلت بالسمنه والزيت كده وطرت معايا. بعد كده بدات ان انا اخد الطروف احطها بقى في الجلاش كده من تحت بالمعلقه زي ما انتوا شايفين. بعد كده هقطعها بالسكينه قبل ما ادخلها الفرن، عشان طبعا لو نسيت الخطوة دي وتيجي مثلا بعد كده تطلعيها من الفرن تيجي تقطعيها، طبعا هيتكسر معاكي، لان الجلاش هيبقى ايه كريسبي كده وناشف معاكي، فهيتكسر ومش هيبقى مظبوط. فنقطعها قبل ما تدخل كده، وبقت معايا بالشكل ده. شايفين بقى الجمال والروقان، حلوة قوي قوي. بعد كده دخلتها الفرن على درجة حرارة 180، هتقعد معاكي كده حوالي 25 دقيقة لغاية بس ما تاخد لون ذهبي من الجناب، تعرفي ان هي خلاص اخدت لون حلو من تحت. بعد كده فتحت عليها الشواية حاجة بسيطة لغاية ما اخدت اللون الجميل ده. بعد كده ده السيرب كنت مجهزاه عندي في التلاجة يعني. معاكي كوباية من السكر، عليهم كوباية من المية على نار كده متوسطة. اول ما يغلي معايا اديله نص ليمونة كده، وهسيبه لغاية ما القوام بتاعه يبقى تقيل. لازم يبقى القوام معاكي تقيل كده علشان يديكي نتيجة حلوة بعد كده ويبقى مقرمش. لو خليتيه اللي هو يعني خفيف هيطري معاكي الجلاش، تمام. فسقيته كده بكل السيرب اللي معايا، بس بيبقى بقى الطعم مظبوط مع الطبقة بتاعة الكاستر. فبصراحة ميكس حلو قوي قوي يعني، مقرمش كده وكريسبي من بره، وكمان الطبقة اللي تحت خالص برضو مقرمشة معايا واخده لون بصوا خطير جدا. وكمان طبقة الجلاش اللي فوق اخده لون حلو، وكمان مع الكاستر كده بصوا مش متماسك قوي ومتماسك في نفس الوقت، فاهمين؟ فطري برضو كده ومظبوط ظبط يعني. وعدت عليه بالسكينة تاني وطلع معايا بالشكل ده، خطير جدا جدا. ان شاء الله بجد يعجبكم خالص خالص يعني.
سامعين بقى صوت القرمشة؟ ان شاء الله بجد اللي هيجربها هتعجبه. لايك وشير لو عجبك الفيديو، وكمان الاشتراك كده في القناة علشان تنوريني. ان شاء الله نعمل مع بعض روتينات حلوة كتير، وكمان وصفات ان شاء الله بإذن الله. اشوفكم على خير يا بنات ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.